اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. مرحبا بكم أخواني المؤمنين والمؤمنات في فقرة جديدة زادك في دقيقة. أهلا بكم أعزائي، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم. ما زلنا معكم في برنامج وصايا ونصائح آية الله الشيخ بهجت رحمة الله تعالى عليه. وصلنا معكم إلى فقرة طلب الذرية ورزق الأولاد. الأمر الثاني، وهو كان لأحدهم حارس غني ولكنه لم يكن له ذرية، فقال له الإمام الباقر عليه السلام مضمون كلامه: هل تريد أن أعلمك دعاء ترزق عن طريقه الذرية؟ فقبل الحارس فقال له عليه السلام: قل في كل صباح ومساء 70 مرة سبحان الله، و10 مرات أستغفر الله، و9 مرات سبحان الله، واختم التسبيحة الأخيرة بالاستغفار، ثم قل: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقال الحارس هذه الأذكار فرزقه الله الكثير من الأولاد. ويقول الراوي: عملت أنا وزوجتي بهذه الرواية فرزقنا الله ولدا، وعلمنا أيضا هذا الأمر غيرنا فرزقهم الله تعالى الذرية الكثيرة. الأمر الثالث انتظرونا غدا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.